السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. الوصفه ديال اليوم هي عباره عن فطائر اللي كتحضر بواحد الحشوه كتجي لذيذه بزاف بمقادير بسيطه والطريقه سهله وما كتاخدش منا بزاف ديال الوقت. كناخد كاس عنبه ديال الحليب دافي ما يعادل 180 مليلتر، معلقه كبيره ديال خميره الخبز وقليل من الملح ومعلقه صغيره ديال العسل. يمكن لكم تعوضوها بسكر خشن، وجوج معالق كبار من زيت الزيتون. كنخلط الخليط مزيان حتى كتذوب لنا ديك حبيبات ديال خميره الخبز، وكنضيف هنا بيضه كامله وكنخلط من جديد. من بعد كنضيف 3 ديال الكؤوس عنبه من الدقيق الابيض ما يعادل 300 غرام، يكون الدقيق النوع الجيد. كنجمع العجين فقط باطراف الاصابع بلا ما ندلكوه. من بعد كندهن يديا بواحد القطيره ديال الزيت نباتيه او زيت الزيتون، وكنجمع العجين ديالي وكنخليه يرتاح واحد 15 دقيقه. هنا في مقلاة وضعت واحد ربع كاس من زيت الزيتون. هنايا درت حبه بصل مفرومه يعني مقطعه صغيره رقيقه. بديت هنا كنشحرها شويه. هنا زدت قليل من الفلفل الاحمر والاخضر اللي عندكم ديروه. هنايا تقريبا حبه حبه من كل نوع. ضفت هنا قرعه محكوكه وجزره محكوكه يعني حبه حبه. هنا قطع ديال واحد المزيوده حاره يمكن لكم تعوضوها بالسوداني، معلقه صغيره ديال السكنجبير الزنجبيل، معلقه صغيره مسوحه ديال الفلفل الاسود، معلقه صغيره ديال التحميره وقليل من الملح. ما تملحوش بزاف لان غادي نديرو الفورماج مع التحريك من طبيعه الحال. وغادي نزيد هنايا معلقه كبيره ديال المعدنوس وكنشحر الحشوه ديالي مزيان حتى ما كيبقاش فيها الماء. من بعد ما خمرت لنا العجين ديالنا، هنايا دهنت يديا بواحد القطيره ديال الزيت، كنحاول نخرج منها الهواء. كنقطعوها، عندكم الاختيار بغيتو تقطعوها على 2 قطع ولا 4. انا فضلت يجيوني 4 ديال الفطائر صغار. كنشكلوهم كويرات وكنغطيوها بالسلوفان باش كنحافظوا على العجين ديالنا يبقى لنا رطب. هنايا من بعد ما بردت لنا الحشوه ديالنا ضفت علبه ديال الطون وفرماج محكوك وخلطت العناصر جيدا. ضفت واحد الفريكه ديال الزعتر باش كنسمو الحشوه ديالنا. هنا خديت القطعه الاولى بديت كنسرحها على سطح العمل. يدينا كتكون مرخوفه على العجين فاش كنكونوا كنسرحوه، وكنبقى نعمر الفطيره ديالي الاولى ونجمعها بهذه الطريقه هذه صافي. وكنوضعها في اللاطه اللي كتكون ديجا مفرشه بابيي كويسون وكنسرحها مزيان بدون ضغط، وكنبقى كنستمر
حتى تنسالي الفطائر ديالي كلها. هنا خديت الظهر ديال السكين وبديت نتخاصي الفطائر ديالي. هنا كندهنوهم بواحد صفر بيضة، كندهنوها من جميع الجوانب، ومن بعد كنزينوها بشويه ديال الفرماج محكوك. كندخلوها على درجه الحراره 200 درجه في الفرن اللي يكون ديجا سخون، كيطيب من الفوق ومن التحت في نفس الوقت. وكنبقاو مستمرين حتى تنكملوا الفطائر ديالنا بنفس الطريقه. الفطائر ديالنا وجدات، جات كتشهي. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وجربوها، راها زوينه، كتجي لذيذه بهاد الحشوه وما كتاخدش الوقت. نتمنى لكم دوام الصحه والسلامه وشهيه طيبه، والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله.